الأميرة شفاء مثل دور الضحية، كتقول ليه جات بغات تقتلني، بغات تذبحني، بغاو يقتلوني، كيكرهوني. الملك حار مع ما كيجرى في القصر، ميت في مصيبة حتى كتجي بلاصتها واحدة أخرى. خرج من عندها ومشى عند فاطمة للجناح ديالها، لقاها كتبكي وكتولول، والحكيم عبد الرحمن بنفسه خيط لها الجرح وضمضو، ما كانش كتقدر تهضر. غير شافت الملك بدات تبكي وعرفات حياتها ضاعت. ما بقى يشوف فيها من بعد ما جرى ليها، حسابها غيباسيها، لكن صدمها وقال بصرامة: لقيتي حد فك، هذا الدواء اللي كيهجم بلا موجب شرع. دابا غتجمعي حوايجك وغتمشي من هنا. خرج خلاها ما قادرة تقول حتى كلمة، ونفاها حتى هي في قصر آخر بمدينة أخرى بعيدة على ولدها اللي كيوجدوه ويعلموه ويجهزوه للقيادة باش ما تشوش ليه دماغه، وبعيدة على حوراء باش ما يجمعش العافية مع الحطب. وخرج من باب واسع. أما لالا شفاء خفاف العبء ديالها وتهنات من السوسات اللي كانوا في طريقها، وارتاحت وتفرغت للسلطان شهاب والملك ثوران. ونهار على نهار بدات رجلها كترجع، وبدات كتمشى عليها وتعرج. وصلها اول مرسول من عند قبيحه وحلاته في شرفة بيتها، وهي كتجر رجليها ويلا فايقه من النعاس، شعرها مطلوق وثوبها خفيف بيض وصدرها عاري، والهوا كيضرب وجهها وهي كتقرا: مولاتي يا حياتي، انا وصلت بخير وعلى خير كيما رسمتي ليا. دخلت للمدينه هي الاولى، عاوني واحد القزم جبرته في السوق كيلعب بالعافيه ويمتع الناس. قلت لي انا كنقرا الخط، نتعاونوا بجوج واتفقنا وبديت معاه، وكنبحث فيه على شكون كيخرج ويدخل على القصر. وراني كبيرت الوصفات اللي وصفتي ليا وقلتي ليا ضيفاتك، وعسيت عليها حتى دخلت للسوق كتسارى وتشري الأتواب مع الوصفات. ومشيت قصدتها وتلحلحت عليها حتى عطاتني كفها قريتو ليها. ما صدقاتش كلامي ومشات، ولكن ما داش الشهر حتى صيفطات ليا كتقلب عليا باش نعاود نقرا ليها الخط. قلت ليها غادي نخوي البلاد حيت الجوع قتلني وما عندي فين نبات وكل شيء تسرق ليا. شدات فيا بيديها ورجليها وداتني للقصر، قالت لي تعيشي هنا تقري لينا الكفوف. داكشي اللي قلتي وقع بالحرف. تحايلت عليها قلت لها كندير حتى السحور. عجبها الحال وقالت لي نخدم ليها باش تزوج السلطان شهاب. قلت لها باش نخدم ليك خصني نعرف عليه الشاده والفاده. ورجعت لالا كنقرا ليها الخط ونقول لها غير الحوايج الخايبين اللي طراو ليها والزوينين كنسكت عليهم حتى تقول لي خدمي ليا. وكنبدا نوهمها ونخربق عليها حتى رجعت بحال ضلها ما تقدرش تستغنى عليا. وانا دابا عرفت شلا اخبارات. شنو بغيتي ندير باش نبدا؟ انا بلاصتي سديتها، والخائن اللي بغيتي حتى هو، غير هو ماشي خائن ولكن الطعم غادي ينفعنا ويخدم لصالحنا بلا ما يعرف. كبيرة الوصفات في يدي دابا هي اللي قريبة للسلطان، وفوق هادشي كتمشي عنده بالليل وطامع يتزوجها، ولكن ما لقات ليه جد. المهم فضايح كتوقع هنا. انا كنتسنى الاشاره نبدا. وصيفتك الوفيه قبيحه. فطرات الاميره شفاء بداك المرسول احسن فطور. عيطات على وصيفتها، دخلوا لبسوها وقادوها بحال ديما، وخرجات كي الورده كتشعل من الجناح ديالها. مشات كتعرج مسنده على عكاز فضي بنفسها حتى للديوان ديال الملك، وقفت حتى اذنوا ليها حراسه، ودخلت كتضحك. صبحات عليه لقاتو عابس وصباحو ماشي بحال صباحها، وجلست قدامه وقالت: مولاي صباحك مبروك. هو يجاوبها: اليوم جا مرسول في المجلس من السلطان القرداموس كيطالب نتنازل ليه على البلاد اللي جات على الحدود ديالو مقابل الدين ولا الحرب. صدمت وقالت: وشنو كان ردكم مولاي؟ هو يجاوبها: ما غنتنازل على حتى شبر من الاراضي واخا نموت. يجاوبوا: هي الحرب. غرس خنجر على الطبلة وقال: الحرب اللي ما تنوضش على البلاد، ما تنوضش على البلاد ماشي حرب. ردت: كون غير صبر علينا شويه، انا جبت الحل. ها هو اول مرسول من عند قبيحه، هاك غا. شد المرسول قراه، بان ليه تافه وشغل العيالات، ولحوا على الطبلة وقال: صافي سالينا من هادشي، غنمشيو للحرب، واخا الجيش ديالو كبر من ديالنا غادي نربحوا هاد الحرب مهما كان الثمن، وغادي نشق ليه بلادو، وهذا اخر كلام. سكتات مهبطه راسها وشافته مصر على الحرب وما بغاش يتراجع.
جهز الجيش، وكان ليه جيش مقسم لفرق كبيرة ومتمكن ودارس فنون القتال. بين ما كان مشغول بأمور الحرب، كان شفاء مشغولة بحربها الباردة اللي رماها لها الملك تاوران، واستخدم القوة. ما عرضتش قراره وخلات استخدمت هي عقلها بإسقاط السلطان شهاب. عاشت البلاد أجواء الحرب من جديد، وكانت هذه الحرب كبيرة على الحروب اللي خاضها تاوران، وماشي بخاطره، وبتاتا لأن القضية فيها دين، وبغى يسدد دينه أولا ويرد الحق للملك. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في ليلة من الليالي كانت ناسة وشافت حلم مرعب في الملك توران كيحارب الأفاعي في ساحة كبيرة وحيد. فقط مفزوعة مرعوبة من الحلم، وطلبت الحكيم عبد الرحمن يحضر عندها، وحكات ليه ما شافت. وقال بحكمة ورزانة: الحلم ألا كيدل على سوء غادي يصيب الملك توران شاه، والقتال اللي كيقاتل فيه الأفاعي هذاك دين عليه، واكل عمو وهو بوحدو، واكل همو وهو بوحدو، وما عنده عليه لين هادشي اللي كاين. شدت صدرها مخلوعة وقررت تخبر الملك بالكنز، لكن باش من وجه تقولها وهي كذبت عليه ونكرت في الأول، والحرب ناضت واللي عطا الله عطاه. ما قدرتش تخبره وتراجعت، لكن مشات عنده للديوان، قابلاته ولقاتو قدام الخريطة كبيرة كيدرس عليها خطة الحرب بوحدو. وقفت قدامه كتشوف فيه بحزن وقالت: ما تمشيش لهاد الحرب، احسن ما تمشيش. وجوبها: ما عنديش الوقت لهاد الهضره، واحسن رجعي للجناح ديالك وخليك بعيد على هادشي. بلعت ريقها كتشوف في الخريطه وتودد ليه وقالت: واخا الا بغيتي تمشي سير، ولكن سمع شنو غنقول لك. هو الاول تقدر تفلح في هاد الحرب. وجاوبها رد بجديه: شفاء، رجعي للجناح ديالك، اخر مره غنقول لك رجعي للجناح ديالك وبعدي على هادشي. هزات راسها وقالت: ما غاديش نسمح لك تأذي راسك، ما نخليكش تمشي وتخليني كنتعدم من وراك. تفاجأ من كلامها وزعينو فيها، وهي كتشوف فيه بعيون مدمعة بدون شعور عن نقاطه. ورجع معها الندم وتأنيب الضمير وكرهات الكنز وما يجي منه، ورجع عما الوحيد هو تحافظ عليه وتشوفه مرة أخرى. حط يدو على راسها وباسها لجبهتها وقال: هذه ماشي أول حرب غادي نربحوها، وندخلوا في حروب أخرى أكبر من هذه، غير تهناي. زيرات عليه على حوايجو بيديها وقالت بجنون: ما تمشيش. واش ما كتفهمش؟ ما تمشيش لهاد الحرب، غادي توقع بك شي حاجة. شد لها يديها: واش فيها بعيونه بحده وقال لها: استغفري مولاك شفاء وحضري عقلك، كل واحد غادي لهاد الحرب غادي يستشهد ماشي يموت. اشنو هو الدور ديالنا في هاد الحياة؟ واش عارفه شنو المطلوب منا؟ والحرب اللي كتنوض كيكون موراها هدفنا نصر الاسلام، وهدفهم هما يقضيو على المسلمين اجمعين. هاد الدين كان سبب، وبغاو يلويو لينا دراعنا بيه، ودراعي مازال ما خلف ما تزادش اللي غادي يلويه ليا. حارت الأميرة شفاء وتقهرات بالرغيب والبكا باش ما يمشيش، لكن بدون جدوى. وحبسات راسها في الجناح ديالها حازنة، كتلوم راسها، وكانت جالسة في الشرفة في الجناح ديالها كتبكي وكتسمع دق الطبول وتجهيزات الحرب. وما هي إلا دقائق حتى دخل عندها بالزي القتال، وكان زي أنيق أسود ضعف الجسد ديالو القوي بدرجات، وكانت فقط يد وحده اللي بلا ليقات من حديد خارجة كتبان وكلها عروق بارزة. لمس بها شعرها وهي جالسة كتضخ قدامها معنقة مخدة وكتبكي. حسات بيدو على شعرها وزيرات على عينيها بقوة أكثر. حلاتهم ولقاتو قدامها جالس بداك الزي الأول، مرة كيبتسم ليها بنظرات طيبة وشوق، وشافت فيه بنظرات حزينة وعيونها حمراء من البكا. وقالت بصوت مبحوح: ما تمشيش لهاد الحرب، انا ما نقدرش نعيش بلا بيك الا وقعت لك شي حاجه. الحلقه ديالي مسالت هنا، كنتمنى بانها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايكات والاشتراكات والضغط على الجرس باش ديما يوصلكم جديد. الى اللقاء.